بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل فيه العيش البلدي على عين البوتاجاز من غير شواية من غير فرن. وهتكون الطريقة مختلفة تماما عن أي فيديو عملناه قبل كده للعيش. في ناس كتيرة جدا عجبها العيش وكانت حابة انها تعمله، بس طراوة العجينة كانت بتعطلهم وبتخليهم مش عارفين خالص يتعاملوا معاها. علشان كده احنا النهاردة هنعمل العجينة متماسكة جدا عشان يقدروا يتحكموا فيها. وكمان في ناس ما عندهاش شواية وحابة ان هي تعمله على عين البوتاجاز وبس. العيش برضو طري معانا اهو زي ما انتم شايفين، بس بالله عليكم عايزة اقول لكم كلمتين والنبي بالله عليكم تركزوا معايا فيهم. طراوة العجينة يعني سمك العجينة بتفرق في طراوة العيش وشكله. احنا النهاردة هنعمل بطريقة مختلفة، علشان كده العيش المرة دي شكله مختلف تماما، وكمان الطراوة بتاعته مختلفة شوية عن اللي احنا عملناه قبل كده. تمام. هنبتدي كده مع بعض. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، ايا كان بقى نوع الدقيق. اتكلمنا قبل كده على الانواع اللي احنا ممكن نشتغل بيها. ده كيلو دقيق بلدي اللي هو الدقيق اللي بتاع الردة بتاع الفرن اللي احنا بنجيبه من الفرن. شلت منه كوبايتين كده كبار. ركنتهم على جنب وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. حطيت عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. دي مقادير الكيلو. تمام كده. ومعايا هنا المية الدافية. ابتديت اعجن كده كويس لحد ما العجينة اضطرت معايا شوية علشان اخدمها كويس، وبعد كده هحط كوبايتين الدقيق اللي هم بقية الكيلو اللي انا شلته. ركزوا كده معايا. انا بعيد الكلام تاني علشان خاطر الناس اللي اول مرة تشوف الفيديو. بصوا انا لازم اخدم العجينه كويس جدا. معلش انا مسرعه الفيديو لانه كان هيبقى طويل جدا جدا عليكم. كده خلاص انا خدمتها كويس. بعد كده حطيت كوبايتين الدقيق اللي انا كنت شايلاهم من الكيلو، وهبتدي دلوقتي اعجن كويس لحد ما الدقيق دوت يختفي تماما. وبالامانه انا لقيت العجينه لسه طريه شويه، حطيت عليها كمان معلقتين من الدقيق. بصوا العجينه ازاي متماسكه جدا، يا دوبك بتلزق حاجه بسيطه جدا في الايد. انا المره دي عملتها لكم بالشكل دوت علشان الناس اللي مش عارفه تتعامل مع العيش خالص خالص وهو طري، وكانوا متضايقين جدا وزعلانين وعايزين يجربوا العيش. بصوا يا جماعه، هو نفس الطعم بالظبط ويمكن احلى كمان، بس مش نفس طراوه العيش ولا شكله اللي احنا عملناه قبل كده. بالله عليكم عشان محدش يقول عليا ان انا كنت بكذب زي ما قالوا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. دلوقتي انا هعملهم. طبعا انا كان عندي عيش كنت عاملاه من قبل كده، فحبيت استفيد بالكيلو دوت. عملته بس كده صغير، حجم صغير، علشان كنت هاخده واعمله اعمل بيه حواوشي وما لحقتش الحمد لله اتاكل. ما علينا يعني. فانا بس بقول لكم انا عاملاه حجم صغير علشان كده. ما شاء الله عمل معايا كميه كويسه. بصراحه مش متذكره هم عملوا كام رغيف. هم تقريبا كانوا 18 رغيف بالحجم الصغير دوت. بصوا بقى طريقة الفرد علشان مختلفة شوية. انا جبت الرغيف فردته طبعا على ردة زي ما احنا متعودين. بعد كده قلبته على الناحية التانية. انا فردت بس كده شوية وبعد كده قلبته على الناحية التانية على الوش التاني. شلت الردة. بصوا معلش، طب هخلص دوت وابتدي معاكم من اول عشان بس انا مسرعة الفيديو معلش. ده السمك كده بتاعه اللي احنا عايزينه اهو. بحط ردة، بجيب الرغيف بتاعي ببططه كده شوية. تمام. بعد كده بشيل الردة خالص وبقلبه، بقلب الرغيف على الوش التاني وببتدي برضو افرد. طب انا ليه بعمل كده؟ بفرد من هنا ومن هنا علشان المرة دي طريقة التسوية مختلفة، واحنا عايزين الرغيف يطلع من فوق زي من تحت. لما تفتحيه من جوه ما تلاقيش اللبابة كلها في القعر والفوق رقيق جدا، لان طبعا طريقة التسوية مختلفة. فلازم تعملي تفرديه بالطريقة ديت، مرة من على الوش ده ومرة من على الوش دوت علشان يطلع معاكي من فوق زي من تحت. وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو ان شاء الله. انا كده حطيت الطاسة على النار، على نار متوسطة. تمام كده. وببتدي احط العيش واقلب كده كل حوالي يعني من 5 ل10 ثواني. واقفة قدامه كده وابتدي اقلب على طول. طبعا كمية العيش ما كانتش كبيرة قوي. انا فردتهم كلهم وسبتهم حوالي ربع ساعة تاني يرتاحوا. ركزوا معايا برضو، لازم بعد ما تفرديهم تسيبيهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة. وبعد طبعا مغطية الوش بتاعهم. وبعد كده ببتدي اخد واحد واحد واسويه. اهو انتفخ معايا اهو زي ما انتم شايفين. ببتدي اقلب من هنا ومن هنا علشان يستوي معايا كويس وكمان ياخد لون. تمام كده.
اهو ما بيكملش حاجة والله وبيخلص بسرعة، وطعمه في منتهى الجمال. مفيش اي فرق ما بينه وما بين طعم العيش اللي احنا عملناه قبل كده. والناس اللي جربت الطريقة وبعتت كتبت لي في الكومنتات ان العيش ممتاز جدا. جربوا برضو لو العجينة مضايقاكم، جربوا الطريقة دي برضو هتعجبكم جدا. ملكمش دعوة بالشكل، ان هو مش شبه العيش الفلاحي او هو مش طري قوي زي العيش الفلاحي، بس طعمه روعة. كمان الحجم ده عجبني جدا، حلو قوي في السندوتشات، وحلو قوي في الحواوشي لو هتعملي حواوشي، جميل جدا. شايفين؟ على طول اهو، بقلب من هنا ومن هنا، واول ما بيبتدي ينتفخ معايا كده من جنب بضغط عليه كده بالراحة علشان الهواء يدخل في كل الرغيف. والله جميل جدا، حلو قوي، وهيكون سهل جدا جدا على الناس المبتدئة اللي هي مش عارفة تتعامل مع العيش الطري، العجين الطري، او كمان ما عندهاش شواية. طبعا انا حبيت، جاني الفضول بصراحة اني انا اجرب العجينة المتماسكة جدا ديت في طريقة التسوية بتاعتي اللي هي تحت الشواية. هتشوفوا معايا كده رغيف انا عملته رغيف واحد، حبيت اجرب بالعجينة اللي هي المتماسكة ديت الطريقة التانية. اعمل بس معاكم كده كام واحد علشان الناس اللي بتقولي احنا مش بنلحق نعرف. بصوا اول ما بيتنفخ كده من الجنب بضغط عليه كده بالراحة بالراحة اهو لحد ما الهواء كله يدخل جوه الرغيف. منفوخ اهو كله ان شاء الله باذن الله هيتنفخ معاكم وهيبقى جميل جدا وطعم رائع جدا جدا جدا. والنبي مش عايزه تعليقات سلبيه بالله عليكم، لاني والله انا بتعامل معاكم بكل صدق وامانه، وما تعرفوش انا تعبت قد ايه علشان يعني اساعدكم واخليكم كلكم تعملوا عيش في البيت. ناس كتيره جدا حابه تعمله قوي، لكن في حاجات مضايقاها، فانا بحاول احللكم كل حاجه واقفين عليها. بصوا انا اول ما طلعته حبيت اقسمه واوريهولكم. بصوا والله رائع جدا من فوق زي من تحت بالظبط. طبعا انا عشان هو عشان سخن وانا قصيته بالمقص فكان لازق من على الطروف. شايفين جماله؟ جميل جدا بجد، روعه. عايزه اقول لكم اني انا اول مره اعمل العيش بالعجينه المتماسكه ديت. انا عملتها عشان خاطر عيونكم، بجد اول مره، وبجد الطريقه عجبتني جدا جدا، النتيجه بتاعته حلوه قوي، يعني مش وحش خالص. للناس اللي اول مره تعمل، علشان تقدر ان هي تتحكم في العجينة وتقدر يكون سهل عليها، وكمان تاكل لقمة نظيفة طعمها حلو. بصوا اهو اول ما بيبتدي ينتفخ من مكان بضغط عليه كده علشان الهواء اللي دخل دوت يدخل في كل الرغيف وكله يتنفخ معايا. وعايزه اقول لكم حاجه، لو ما اتنفخش معاكي، يعني لو ما اتنفخش معاكي رغيف او اتنين مفيش اي مشكله خالص، برضو نفس الطعم، بس ان شاء الله باذن الله هيتنفخ ويبقى زي الفل. معلش عايزه اقول لكم حاجه، البياض اللي على الوش بتاع العيش دوت مش تشقق او قشف من العيش، لا، ده بس علشان انا لما بقلب الرغيف والطاسه بتبقى سخنه هو بيعمل كده اللون دوت. وهوريكم، بصوا البوتاجاز شغال اهوت. وهوريكم كمان اللي انا هعمله تحت الشوايه مش هيكون فيه اللون دوت خالص. ده كان اخر رغيف حبيت ايه اجرب واحطه تحت الشوايه. خدته من على عين البوتاجاز حطيته تحت الشوايه، مفيش بصراحة في ثواني. بصوا كان عامل ازاي، انتفخ جدا جدا جدا، وخد كمان لون حلو، بس بصراحة مش نفس طراوة العيش اللي قبل كده، يعني هو مختلف شوية بس نفس الطعم، ويمكن احلى كمان. بجد الطريقة عجبتني قوي. اهو ده اللي انا حطيته تحت الشواية اهو. بصوا انا عايزة بس بقرب الكاميرا عشان اوريكم، مفيش اللي هو اللون الابيض ولا حاجة اهو.
هو بس التاني عمل كده بس علشان سخونية يعني هو مش مقشف معايا ولا حاجة، هو بس عشان سخونية الطاسة. شايفين العيش رائع ازاي؟ عايزة اقول لكم على حاجة، طبعا مش هي دي كل كمية العيش اللي انا عملتها. العيش اتاكل، ولادي كلوه ما شاء الله، وهو سخن كده خدوه كلوه، والحمد لله ان انا لحقت الكمية دي علشان اصورها. بجد العيش رائع جدا. خدوه فتحوه وعملوا سندوتشات جبنة، وما شاء الله بالهنا والشفا، كلوه خلصوه. اتمنى الطريقة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تجربوا الطريقة، وان شاء الله متأكدة ان طعم العيش هيعجبكم جدا جدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.